السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا إخوان، اليوم بدنا نحكي بشكل صريح بشكل مباشر، لا بدنا نلف ولا بدنا ندور. يا إخوان، عندنا بلد اسمه سوريا، بدنا نعمر هاي البلد، بدنا نعمر هاي البلد. إذا في أخلاط راح نشاور له هذا غلط، هذا غلط، ونرفع صوتنا وهذا غلط، وما نخبي وما نكذب. اليوم يا إخوان عم نحكي عن فيديوهات الكل شافها، فيديوهات تظهر تجاوزات لبعض عناصر القوات الرديفة. فعلا شفنا فيديوهات قذرة، لكن اللي عملوهم ما هم عناصر الأمن أو القوات الجيش السوري. النصيرية لما عملوا الثورة الغادرة في الساحل، فحتى نستدرك هذا الأمر، خصوصا أنه عملوا مقتلة عظيمة جدا في قوات الأمن في الساحل، فتقريبا الساحل سقط، ما عاد فيه قوات أمن. يا إخوان، عدد شهداء القوات الأمنية أكثر من 350 شهيد، رقم كبير كتير يعني. فسيد الرئيس أحمد الشارع أعلن النفير العام. النفير العام يعني إيش معنى النفير العام؟ يعني كل القوات الحكومية والقوات الرديفة والقوات الشعبية تنضم للقتال. نفير عام، حتى المساجد صارت تكبر. ونحن حذرناكم من هذا الأمر، قلنا لكم لك يا أخوان التفوا حوالين قوات الجيش السوري، لأن هي اللي راح تحميكم، هي السد المانع ما بينكم وما بين الطوفان البشري المجروح. قلنا لكم ما في بيت من بيوت أهل السنة إلا ما عندها تار شخصي معكم، معموم الطائفة النصيرية. قلنا لكم ما في عيلة إلا ما فيها قتيل، شهيد، مغيب، معذب، مغتصب. لكن ما سمعتوا هذا الكلام وعملتوا ثورة، عملتوا ثورة مدعومة من المدنيين. يا أخوان، أنا التعليقات اللي كانت تجيني في اليوتيوب والله كانوا يقولوا لي انتظر انتظر وحتشوف بعينك. كان يهددوني، كان يعني الناس كلها بتعرف، معظم نصيرية الساحل بيعرفوا انه في هذا اليوم راح يعملوا ثورة. المهم نرجع للانتهاكات. شفنا فيديو والله مؤلم جدا وأنا ألمني. أحد الأشخاص التافهين صور مع أحد الأشخاص من الطائفة الإسماعيلية، وسأله أنت إيش طائفتك؟ فقال له أنا إسماعيلي. فقال له شي بيخري. أنا بقول لك شي بيخري منك أنت يا تافه، يا قذر، يا منحط، يا وضيع. يعني أول شي أنت بهيك تصوير وهيك عمل يعني بتشوه سمعة الحكومة السورية، بتشوه سمعة المكون السني، بتعطي ذريعة لأي واحد بترصد لهي الدولة إنه هدول هن أهل السنة وهدول هن كذا، مع إنه هو فيديو يعني لا يمثل إلا صاحبه. نحن أهل السنة لو بدنا نعمل تجاوزات كان من اليوم الأول ما خلينا حجر على حجر في الساحل، لكن كظمنا الغيظ، مع إن كلياتنا أصحاب ثأر، كلياتنا أصحاب ألم، وقلنا بدنا فقط اللي عملوا تجاوزات، بدنا فقط المجرمين من الطائفة النصيرية، وبدنا المجرمين من كل الطوائف. يعني بلشنا الحساب أول شيء من أهل السنة من الشبيحة، وصاروا كل يوم يقتلوا، كل يوم يقتلوا. وأيضا يعني إجت دول الطائفة النصيرية سلمونا مجرمينكم. بدنا نعمل العدالة الانتقالية، بدنا ننفذ العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية هو الضامن للسلم الأهلي. يعني هو اللي بيضمن حياتكم قبل حياتنا. خلاص الناس ما عندها تارات معكم، تنفذ القصاص على المجرمين وعفى الله عما سلف. شفنا أيضا فيديو تاني بيظهر 2 على الميتور استهدفوا مسن نصيري من داخل بيته وقتلوه بدماء باردة. تصرف حقير، تصرف إجرامي. وأنا مو بدي أدعي الدولة السورية تحاسب، هي فعلا حاسبت. يعني مباشرة فخامة الرئيس السيد أحمد الشارع سن القوانين الصارمة الرادعة وألقوا القبض على الجنات. هلا حاليا عم بتحاكموا، حاليا هدول 2 على الميتور عم بتحاكموا. الفيديو الثالث يظهر امرأة مسنة مكلومة، في عندها 3 أولاد انقتلوا. ما بعرف لو كانوا من فلول النظام رافعين سلاح مين اللي قتلهم. في كتير يعني في كتير أقاويل بتقول إنه والله نفسهم الطائفة النصيرية صفون. في ناس بيقولوا لا، كانوا رافعين سلاح. وأنا بشكل مباشر إن كانوا أبرياء الله يكسر إيدين اللي قتلهم. لكن أنا بدي أحكي على ذاك التافه اللي صار يوجه لها للأم كلام طائفي وراح نبيدكم ويا علوية ويا كذا. يا أخي ما أحقرك، ما أحقرك.
ما هو وقت هالكلام؟ يعني قليلة من الإنسانية، قليلة من الإنسانية. أنت مستوعب أني أم مكلومة على أولادها؟ فهذا الأمر مستهجن ولابد من محاسبة الفاعل. وكل الجنات ما هم من قوات الجيش السوري، كلياتهم من الجيش الرديف اللي نحن حذرناكم منه، انه يا اخوان خليكم عدوا عاقلين بقى وانضموا لهي الدولة وخليكم مواطنين. يعني خلص، يعني مارسوا المواطنة، يعني انتم سوريين مثلكم، لكن ابيتوا الا تعملوا ثورة غادرة حتى عملوا النفير العام، واجوا ناس يعني عملوا ردات فعل. شايفين يا اخوان، يعني بالرغم من ان هدول فيديوهات وتجاوزات ونحن انكرناها، لكن انا والله لمست الجانب الايجابي من هي التجاوزات، انه شفت كل اهل السنه في صفحاتهم على الفيسبوك استنكروا هذا الامر. تصوروا يا اخوان، نحن تناسينا آلامنا، تناسينا مقتل لمده 14 سنه، واللي عنده عرض نسيء واللي عنده قتيل نسيء، واستنكر فيديوهات التجاوزات اللي شفناها. كل مؤثرين اليوتيوب حكوا عنه، موسى العمر حكى عنه. شقد في فرق ما بين فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع وما بين ذاك الكلب ابن الكلب بشار الأسد. أحمد الشرع مباشرة اعترف نعم في تجاوزات، سن القوانين الصارمة، ألقى القبض على الجنات وراح يتحاسبوا. كل أطياف الشعب السوري وبالأخص المكون الأكبر من أهل السنة والجماعة كلياتهم اعترفوا نعم هذا تجاوز، هذا منكر، هذا لا نرضاه، ودعينا أيضا دولة أنه تحاسب الجنات. وما قلنا أنه فبركات جزيرة ومجسمات، وما أنكرنا هذا الأمر، وقفنا كالرجال واستنكرنا هذا الأمر. وأنا أقسم لكم بالله، بس وصلوني مع هذا الإسماعيلي، يا ريت توصلوني مع هذا الإسماعيلي حتى أقدم له اعتذار وحتى أقدم له هدية. اللي بيعرف عنوانه رقم تليفونه، رجاء وصلوني مع هذا الإسماعيلي، وصلوني مع هاي الامرأة المسنة النصيرية. والله مستعد، يعني بالعكس أنا حابب أنه أقدم له هدية واعتذار عن هذا السافل اللي وجه له هذا الكلام الطائفي اللي ما هو بوقته. فمباشرة السيد أحمد الشرع يعني يتصرف كرجل دولة، تصرف كرجل محترم ويحترم شعبه، احترم الضحايا واحترم مطالب كل الشعب السوري انه لازم نعاقب الجنات. ما كذب، ما لف ودار، رئيس محترم. خلينا بقى نشوف بشار الأسد هذا الجرذ، ونرجع لانطلاقة شرارة الثورة السورية لما ألقوا القبض على الأطفال، وبعدين ألقوا القبض على الشهيد الطفل حمزة الخطيب، اقتلعوا أظافره، شوهوا جثته وقطعوا قضيبه. الكل استنى انه يعمل ردة فعل سن قانون احكي، وبلغنا انه والله حيطلع بلقاء ولا بيان في مجلس الشعب، ويا ريته ما طلع. تمخض الجبل فأنجب فأرا. صار يضحك مثل العاهرة، استخف بشعبه، وجعل من حمزة الخطيب الطفل انه والله هذا ارهابي، وصار بقى يخرط علينا، وانه والله جماعات مسلحة واستديوهات الجزيرة وسوريا مستهدفة. يا جرذ، اطلع كرجل واعترف عادي، يقول نعم صار في تجاوزات ورح نحاسب الجنات. حاسب الجنات. تعرف يمكن كان ما صارت الثورة السورية، لكن حمار وجحش ورب العالمين بده يزيل حكمك، فاستخفيت بقومك، قومك شالوك. ففي فرق كتير كبير ما بين السيد أحمد الشرع وما بين بشار الأسد اللي ضل لمدة 14 سنة يقتل فينا ويسفك دماءنا، وعم بيقول استوديوهات ومؤامرات ولا لك مصدي. أيضا بوجه يعني تساؤل للطائفة النصيرية، وينكم انتو من 14 سنة انتهاكات؟ يعني نحن 3 فيديوهات شفناها قومنا الدنيا ما قعدناها، كلياتنا طلبنا بالحساب، وكلياتنا واسينا الضحايا، وكلياتنا استنكرنا أفعال هؤلاء المجرمين واعترفنا فيهم، وبالرغم من أن من أهل السنة، لكن هدول ما بيمثلون، هدول مجرمين ولازم نعاقبهم. أما أنتم قدمناكم 3 مليون مرئية وصورة تظهر إجرام رهيب، وأصلا ما لكم بحاجة لصور، لكن تشوفوا البراميل تنزل علينا. شفتوا صواريخ الكيماوي اللي قتلت أكثر من 1400 شخص في الغوطة، معظمهم الأطفال.
شفنا استنكار واحد نصيري؟ لك شفنا اعتراف واحد نصيري؟ أبدا. مجزرة كرم الزيتون، أطفال الحولة، مجزرة نهر قويع، الفيديوهات اللي سربت حديثا في من سجون صيدنايا، 50,000 صورة اللي سرب قيصر. لك حدا منكم استنكر؟ لا. دائما تسفهوا دماءنا وتنكروا هذا الأمر وتقولوا فبركة وفوتوشوب وفيديوهات الجزيرة، وأنتم أقسم لكم بالله تعرفوا أنه فعلا في شهداء وفعلا في قتلى والضحايا من أهل السنة، وكنتوا راضين على هذا الأمر. ما سمعنا استنكار واحد منكم. مجزرة أمجد اليوسف، التضامن، لك في أوضح من هيك؟ شخص نصيري ومعظم الفاعلين نصيريين بالإضافة لواحد درزي، وعم يقتل 48 شخص من أهل السنة. لك فلسطينيين يا أخوان، فلسطينيين مو سوريين. لكن ليش استهدفوا هؤلاء الفلسطينيين 48؟ يعني من أهل السنة قتلوهم بدماء باردة، فيديو صارخ الوحشية، ومع ذلك ما شفنا أي ردة فعل من الطائفة النصيرية، وما شفنا استنكار واحد. وفصلوا أمجد اليوسف، خلوه على رأس عمله لآخر يوم من أيام سقوط النظام. فبالرغم أنه نحن عم نحكي عن تجاوزات وأمر جدا سيء، لكن والله لمست الجانب الإنساني والجانب الجميل من هي الانتهاكات. شقد في فرق كتير كبير ما بين يعني السيد الرئيس أحمد الشرع اللي احترم شعبه، وما بين ذاك الكلب ابن الكلب الهلفوت بشار الأسد. شقد في فرق ما بين إنسانية المكون الأكبر من أهل السنة اللي مجرد 3 انتهاكات وإجوا كرد فعل على غدر وثورة غادرة، ونحن عنا ألم وراح منا 2 مليون شهيد، وعنا مجازر، وقصفنا بكل أنواع الأسلحة، وكل بيت سني عنده ثأر مع هي الطائفة. مع ذلك أنصتنا لإنسانيتنا واستنكرنا هي التجاوزات. وينكم أنتم يا أخوان؟ وينكم أنتم يا أبناء الطائفة النصيرية؟ ليش ما شفنا واحد منكم استنكر فيديو واحد أو صورة واحدة من 3 مليون مرئية قدمناها لكم بالصوت وبالصورة؟ بتمنى أنه يجي اليوم يعني كل السوريين بغض النظر عن طائفته أنه ينتمي لوطنه وينصت لصوت إنسانيته، لأني بهي الطريقة بس ممكن نحن نبني فيها دولة يكون فيها عدل. هذا كل شيء هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.